بالسودان وبعام 2010 وتحديدا بعيد الفطر، راعي أغنام برعى أغنامه بقرية تقع غرب دولة السودان، وأثناء ما كان برعى بالغنم مر من جنب بير، وهذا البير أهل السودان بيحكوا إنه يسكن الجن والعفاريت. وفعلا مجرد ما قرب الراعي من البير بلش يسمع أصوات مرعبة بتطلع من هذا البير، صوت صرخات مو طبيعية وصوت بكاء أطفال بيطلع من البير. وبالرغم من انه الراعي كان يشعر بالخوف الا انه قرب من البير ونزل راسه وبلش ينادي: هل انت انس ولا جن؟ وفجأة اجاه الرد الغير متوقع، وحسب الروايات بيقول لك انه ملامح وجهه كانت بتوحي الى انه سمع شغلة من ارعب الاشياء اللي ممكن يسمعها البشر. القصة هاي حقيقية ومن اغرب القصص اللي مرت علي، عشان هيك يلا نبلش من السودان. ممكن تكون سمعت القصة من حدا ثاني ولكن بتضل غير لما أنا بحكي لك القصة. طفلة سودانية اسمها ريا، هاي الطفلة كانت بتعيش مع أبوها وإخوانها اللي من أم ثانية، لأنه بعد ما توفت أمها بفترة طويلة قرر أبوها أنه يتزوج. وبالرغم من أنه البنت عمرها 14 سنة إلا إنها كانت هي الوحيدة اللي بتساعد أبوها بشغله وخاصة برعاية الأغنام. وبيوم طبيعي زي أي يوم بحياة ريا طلعت ترعى بالأغنام والطعمية، وفعلا بلشت تلف بالقرى عشان تخلص شغلها وتروح في المساء للدار. وفعلا بعد ما خلص دوامها بلشت تعد في الأغنام عشان تشوف إذا مفقودات ولا لا قبل ما تروح، ولكن للأسف ولأول مرة بتصير معها ريا فقدت 4 من رؤوس الأغنام الموجودات في القطيع. هون ريا بلشت تعيط وحست بالخوف، خصوصي إنه أبوها متشدد جدا، يعني لو روحت على الدار فاقدة لل4 أغنام مش بعيد إنه أبوها يقتلها. هون قررت البنت إنها ما ترجع على الدار وتدور على الأغنام لحد ما تلاقيهن. وفعلا رجعت على كل الأماكن اللي زارتها ومرت من عندها، عسى وعلى إنها تلاقي الأغنام بأحد هاي المناطق. وفعلا البنت ما لقت الأغنام، فقدت الأمل وقررت إنها ترجع على البيت واللي بده يصير يصير، لأنه قالت لك أنا خايفة أظلني أفقد أغنام أكثر، لا برجع وأنا فاقدة 4 رؤوس ونشوف شو راح يصير معي. وفعلا رجعت بالأغنام للبيت، وأول ما فاتت أبوها عرف من وجهها إنه في مصيبة. وفعلا البنت اعترفت لأبوها، قالت له ضيعت 4 رؤوس أغنام وحاولت أدور عليهم ولكن ما لقيتهم. وهون كانت ردة فعل أبوها الصادمة وغير متوقعة أبدا. راح أبوها جاب عصاي وبلش يضرب في البنت في كل أنحاء جسمها بطريقة جدا وحشية ومرعبة، وفعلا ظل يضرب فيها لحد ما آخر شيء إجته فكرة وتوصل لحل إنه أنا ما راح أضربك، بسامحك وبعفي عنك، ولكن بشرط. هسا الشغلة المعروفة عن أبو ريا إنه كان يتعامل بالسحر وبتحضير الجن والعفاريت على أساس إنه رزقه يزيد ويصير معاه مصاري أكثر. فقال لك إنه أنا أصلا رزقي نزل و4 أغنام ضاعت، معناته السحر بطل يجيب نتيجة، معناته الشياطين بدهم مني قربان ولازم أقدم لهم قربان عشان كل الأمور ترجع زي ما كانت. وفعلا قرر بهاي اللحظة إنه يضحي ببنته كقربان للشياطين، فحط البنت قدامه وأعطاها 3 خيارات: يا إنه بخنقك أو بنهي حياتك بأداة حادة أو برميكي بالبير. إذا رميتك في البير راح أرميكي وإنتي عايشة. فيك تتخيل إحساس البنت اللي عمرها 14 سنة وهي بتسمع هذا الحكي من أبوها، كمية الرعب اللي كانت حاسيتها، والأب بيحكي لها عن كيفية رح يقتلها، ولأنه البنت حافظة أبوها وعارفيته كانت متأكدة إنه ما في مفر من هذا الإشي وإنه رح يقتلها، يعني رح يقتلها. قعدت البنت فكرت شوي وأخذت قرار إنه لا تقتلني، ارميني في البير. وفعلا أخذ البنت وانطلق لعند البئر المهجور اللي مستحيل يقدر حدا يوصله، البير اللي حكينا عنه بأول القصة المسكون بالجن والشياطين اللي الراعي فل من جنبه. هون ريا كانت تترجى أبوها وتعيط إنه يا بابا ما ترميني في البير، اتركني أروح في حال سبيلي، ما راح تشوف وجهي، ولكن لا حياة لمن تلاته. فعلا حطها أبوها على سور البير ورماها في البير بدون رحمة وبدون ما يفكر بأي إشي. البنت وقعت بداخل البير على عمق 38 متر حسب تصريحات البنت، وهي نازلة كانت بتعيط وتصرخ على أمل إنه يجي حدا ويساعدها.
ولكن بهذيك اللحظة الشخص الوحيد اللي كان سامعك يا بنتي هو أبوك فقط. وفعلا خلص الليل، وثاني يوم طلع أبوها على القرية وبلش ينشر إشاعة إنه بنته ريا اختفت وهو ما بيعرف أصلا وين راحت. الزلمة وهو بيحكي لأهل القرية كان ببكي وبصيح، لدرجة إنه أهل القرية اتأثروا بتمثيله وبلشوا يدوروا على البنت في كل أنحاء القرية، ولكن البنت موجودة داخل البير. ريا أثناء ما كانت بتقع في البير كان في غصن شجرة بارز من داخل البير، وفعلا ريا وهي واقعة اتمسكت بهذا الغصن وعلقت فيه، وظلت تقريبا يومين على هاي الحالة بالظلام الدامس معلقة بغصن شجرة في نص البير. الاشي الوحيد اللي موجود حوالين البنت هي الأفاعي والعقارب الموجودة داخل البير، وكل العقارب والأفاعي هاي بستنوها بقاع البير، إذا نزلت من الغصن حتكون النهاية. وفعلا ظلت رايا لأيام وأسابيع متعلقة بهذا الغصن، والدنيا ظلام وما حدا بيعرف عنها. وبيوم كان في أطفال قاعدين بيلعبوا قريب من هذا البير ليسمعوا فجأة صوت صراخ طالع من البير، ولأنه الأطفال هذول كانوا يسمعوا من أهاليهم قصص الجن عن البير تركوا البير وهربوا من عنده وهم قاعدين بيصرخوا. وفعلا راحوا لعند أهاليهم وخبروهم انهم هم سمعوا صوت صراخ طالع من هذا البير. فالاهالي قالوا لهم انه ما حدا يقرب لهذاك البير، خلص ما عاد تروحوا تلعبوا هناك، تحسبا منهم انه هذا صوت الجن والشياطين. وبعد 40 يوم والبنت متعلقة في هذا الغصن في نص البير، بمر طفل من جنب البير بيرعى الأغنام، وفعلا راح الولد وقرب راسه من البير ونادى بصوته: هل أنت إنس ولا جن؟ ردت عليه البنت بصوت مرتجف وفيه بكاء، قالت له: أنا ريا، محتاجة حدا يساعدني. فانطلق الطفل لأهل القرية وقال لهم إنه سمعت صوت بنت في البير بتنادي علي وبتطلب مساعدة. وفعلا راحوا معه للبير، ويوم وصلوا لعند البير سمعوا نفس الصوت، فقرروا أهل القرية إنهم يربطوا العمامات الموجودة عروسهم في بعض، يعملوا منها حبل ويمدوها للبنت اللي بنص البير. وفعلا أول ما بلشوا يسحبوا البنت اكتشفوا إنه شعرها معلق في البير من كثر الطين، فجابوا سكين وبلشوا يقصوا في شعرها عشان يحرروها من البير. وفعلا طلعوها من البير، وأول ما أهل القرية شافوا البنت الكل انصدم إنه هاي البنت هي ريا. حرفيا اللي روى القصة بيحكي لك إنه البنت لما طلعناها كانت شبه الهيكل العظمي حرفيا. نقلوا الطفل للمستشفى، وأثناء ما كانوا بفحصوها لقوا كمية عقارب موجودة بشعرها مرعبة جدا. أبوها لما عرف بالقصة عمل نفسه ميت، ما إله دخل في القصة وأنا أصلا ما بعرف شو اللي صار. ولكن قوات الأمن بالمستشفى فتحوا تحقيق وسألوا البنت عن شو صار معك، فقالت لهم إنه أبوي هو اللي رماني داخل هذا البير. وفعلا اتجهت القوى الأمنية لبيته وتم إلقاء القبض عليه، ولكن أبوها أنكر كل التهم اللي كانت موجهة إله. وبلش التحقيق في القرية مع أهل القرية، فقالوا لهم إنه أبوها أصلا من قبل كان يتعامل بالسحر والشعوذة، واللي سواه بنته سواه عشان يقدمها قربان للشياطين. وفعلا بعد ما تعافت البنت الشرطة قالوا للبنت إنه شو بتحب نسوي مع أبوكي. الصدمة كانت إنه البنت رفضت إنه أبوها ينحبس أو إنه يتعاقب أي عقاب، فقالت أنا ما بدي منه إشي، يرجع لزوجته وأولاده ويعيش معهم ويتركني بحالي. ومن هون تم إطلاق اسم أم الشوايل على ريا. أم الشوايل تعني إنه الامرأة القوية أو المرأة التي تحملت الكثير. هسا السؤال اللي قاعد بخطر في بالك: عقرب البنت كيف ظلت 40 يوم وفي نص البير معلقة في الشجرة بدون أكل ولا شرب وما ماتتش؟ حتى أهل القرية ما غاب عن بالهم هذا السؤال. سألوا الطفلة عن إنه ما جعتي، ما حسيتي بالجوع، شو اللي صار معك؟ فجواب البنت كان صادم لكل حدا سمعه أو ممكن يسمعه. تاكلي شنو؟ تاكلي شنو؟ لبن. بتلقي وين اللبن هلا؟ زو. بيجيبوا لك زول؟ بتعرفيه؟ بقى. بس بديك لبن؟ اديني لبن. ومويه فيه؟ مويه. اعطيه. البنت بتقول لك انه انا اول ما طحت في البئر بلشت اشوف هياكل عظميه واشوف كائنات مرعبه كثيره، ولكن بتقول لك انه كان كل يوم يجيها شخص يرتدي زي ابيض، هذا الشخص كان كل يوم يجيب لها حليب عشان تشرب، وبسبب هذا الشخص اللي كان يجيب لها الحليب تشربه لمده 40 يوم هي عاشت وقدرت تتحمل. والصدمه الثانيه انه هذا الشخص
قبل ما تطلع من البير بيوم بشرها إنه أنت آخر يوم إلك اليوم في البير، بكرة حييجوا ناس ويطلعوكي. هل هذا الشخص من الجن المسلم أم ملاك بعث ربنا؟ وهل كان بيقدر إنه هو يساعدها بدون ما يجيب الناس، ولكن حب إنه يفضح أبوها؟ البنت ما سلمت. البنت بعد فترة طويلة من هاي الحادثة كانت تجيها نوبات صرع متتالية، وبعد 5 سنين من هاي الحادثة تزوجت أم الشوايل من ابن عمها، وكل أهل القرية قرروا إنه يساعدوها في زواجها، وغيرت اسمها من رايا إلى آمنة بنت وهب. ولكن وجودها بالبير أثر عليها جسديا ونفسيا، وبعام 2015 انتقلت أم الشوايل إلى رحمة الله بسبب نوبة صرع مفاجئة إجتها ووقفت نبضها على الآخر. وهيك بتكون انتهت قصتنا لهذا اليوم. إن شاء الله في قصة قادمة جدا مرعبة. إلى ذلك الوقت أترككم في أمان الله. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. سلام عليكم.